مساء الفل، ازيك يا جماعه؟ حلقات على احلى ناس. انا في فيديو جديد مع محمد طويل قناه توهمي ديزاينز. النهارده موضوعنا موضوع شيق، جايين نتكلم عن حاجه مهمه جدا، ان انت ازاي تبقى مهندس شاطر في الموقع، او ازاي ان انت يبقى عندك الاكسبيرينس وانت لسه خريج وطالع من حاجه جديده من دراسه، تنزل السايت تبقى انت شاطر، تبقى انت لامن بكل التفاصيل والحاجات دي كلها. عندكم اسئله نسال عليها ولا اتكلم في الموضوع الاول بشكل عام؟ ماشي بشكل عام. بشكل عام. طيب بشكل عام، يعني عشان تنزل السايت لازم يكون وانت نازل مذاكر كل تفاصيل الموقع. لو انت نازل سايت او نازل مرحله من المراحل اللي انا هبدا عليها او مشروع هبتدي اشتغل عليه، انا ماسك لوحاته، ما انزلش سايت ولا نازل السايت اكون مجهز لوحاتي عشان اكون انا مرتب كل الامور بتاعتي، ان انا هنزل ابقى مراجعها، ابقى مذاكر كويس جدا، عارف المستويات عندي ايه، التكوينات، العلاقات، ايه هيترابط مع ايه، كل المراحل زي ما اتكلمنا في فيديوهات قبل كده ومراحل قبل كده، ان احنا نخلي بالنا من الحته دي، ان الحته دي بتبقى انا نازل لامم معلوماتي كلها، لامم كل التفاصيل بتاعتي، مذاكر اللوحه بتاعتي، عندي علاقات سيراميك، عندي علاقات ارضيات، عندي علاقات، كل التفاصيل بتاعتي، نسب ايه، الوزن ايه، انزل انا السايت. نزلت السايت عشان ابقى شاطر لازم بعض الحاجات تتميز بيها كمهندس، الخبره. فانت لسه ما عندكش خبره وانت نازل، عشان تلم الخبره دي او تلم المعلومه دي فانت هتضطر تعمل ايه؟ تبقى انت مجهز نفسك ستاند باي، لامم معلومات. الخامه هي ايه؟ نوع الخامه وتفاصيلها وطريقه تركيبها. ما تنزلش سايت وانت مش عارف الثلاث حاجات دي: اسم الخامه وطريقه تركيبها والستايل العام، يعني الشكل العام اللي انت تقدر تكون بيها والافكار اللي انت تبني عليها الشكل ده كله. بدون الحاجه دي انت هيبقى، لان هتقع في الموقع معاك الرسمه ومعاك الخامه، ممكن تخترع انت طريقه تركيب فيبقى شكلك وحش قوي، ويبقى انت ما عندكش مصداقيه كده مع الصنايعي او صاحب المكان اللي شغال. من ضمن الحاجات دي لازم تبقى انت تخلي بالك منها. طبعا يا طباخ انت عارف ان عشان لما انزل سايت ابقى انا لامم الخامه وطريقه تركيبها والتكوين بتاعها او التصميم بتاعها، اقدر ايه اللي ينفع اقصى حاجه اقدر اعمله بيها. يعني مثلا ما يجيش عندي انا بعمل بورسلين، وانا بعمل بورسلين اجي اقول له انا عايزه 45 زاويه 45 او شطف بتاعه، فممكن ما يجيش معايا حسب تخانه البلاطه والسيجمنتس بتاعها والتفاصيل بتاعتها. طيب دي حاجه. ما يجيش عندي بعمل ليفلز في السيراميك وتجليده واروح انا جاي موطي المنسوب عن المستوى اللي عندي، فالسباكه عندي عاليه، فلازم ابقى انا عارف الشرب والليفل بتاعتي والافكار دي كلها احنا شغالين بيها ازاي. دي من ضمن الحاجات، دي من ضمن التريكات. يبقى انا راجل نازل سايت ابقى فاهم تصميم كويس قوي، ما انزلش سايت وانا لسه اصلا ضعيف في التصميم. ولو هنزل اتفرج بس، هنزل مساعد مع حد، لكن ما انزلش سايت الا اذا كنت انا فاهم تصميم كويس جدا، النسب بتاعتي، العلاقات، التكوينات، لان هيقابلك حاجات مش هتتحقق في التصميم. فانت لازم دورك تحققها وانت موجود. هنا دورك الخبره او دورك الاكسبيرينس بتاعك ان انت تعملها. ده يا منار اللي احنا اتكلمنا عنه، لما تيجي ايه بتشترطي كده وتعملي ايه؟ فكره ملهاش اي دعوه باي وظيفه. فلازم القصه دي نكون مرتبينها ومجهزينها، ان انا يبقى انا التصميم بتاعي او الديزاين بتاعي اللي انا عامله يطبق على ارض الواقع. في بعض المشاكل بيقابلني بنسبه 10% اللي ممكن ما يتحققش لو انا اشتغلت بالاسبل او اللوحات التنفيذيه الواقعيه للمكان. لو عملت ده هيتبقى 10% الاكسبيرينس بتاعك بتاع السايت، هو ده اللي انت تحقق بيه المعادله توصل لاكبر نتيجه. ده بدليل يا احمد ان يا ربيع ان ايه؟ ان لما تيجي ترفع البلان لازم ترفعه صح. ده من الاول. لو انت راجل شاطر رفعت البلان صح، عملت الكروكي صح، ورفعت التصميم صح، لما تيجي تعدل وتعمل اكتر من كذا تكوين يبقى احنا نقدر نوصل لتكوين كويس، نقدر نوصل حتى التعديله انت مريت بالمشكله او لمستها وعديت عليها، عرفت هنا في شطره، عرفت هنا في زاويه، عرفت هنا في الكلام ده كله، ان انت وصلت بالكلام ده كله، يبقى احنا تبقى انت عندك الخلفيه وانت نازل ان الحته دي فيها ايرور. لكن انت لو انت مصطدم بالواقع ولسه ما عرفتش التصميم، طيب انا جالي هندسه تصميم من بره وانا هنفذه، عينك تعمل كروكي بلان ده تروح انت عامله لنفسك، عامل لي اوت لنفسك، وتشوف الراجل ده رسم صح ولا غلط، لان ممكن يكون ديزاينر غلط. زي ما منار كانت بتسال قبل الموضوع، السؤال بتاعك ايه؟ ان المفروض ازاي ابقى ديزاينر اصلا شاطر ويبقى عندي افكار كويسه اطلعها للديزاين نفسه، او احقق ده ازاي؟ ده انت دخلتي في 60 حلقه، يعني لو كل واحده كده بدانا فيها دخلنا في 60 حلقه. طيب احنا لو عشان ابقى ديزاينر شاطر، لو احنا هنرجع للنقطه دي عشان ابقى ديزاينر شاطر، اتفرج كتير، اتفرج على اجانب كتير، اتفرج على ناس كتير قوي، اتفرج على ناس عندها خبره كتير قوي، خلي عينيك تتغذى بماتيريال، واعمل تاسكات كتير.
يا طباخ يا ربيع اعمل تاسكات كتير. تاسكات كتير طبعا باشمهندس وسام غاليين على التعريف ان هم ايه يعملوا تاسكات، هم مسؤولين مسؤولين بالتاسكات. طيب يبقى انت تعملي تاسكات كتير. ايه التاسكات؟ من كتر المشاكل، كتر ما انا هتعلم، كتر ما انا هستفاد، هقع في مشاكل اكتر. الديزاينات اللي احنا خدناها في الجامعه او البلانات اللي احنا خدناها في الجامعه سيمي بروفيشنال او بروفيشنال، مش هنقول سيمي بروفيشنال، هي الزاويه قافله مع زاويه، التكوين صح. اللي يعلمك اكتر الحاجات اللي فيها المشاكل، الحاجات اللي فيها المشاكل هي اللي دايما بتخلق منك ديزاينر كرييتيف. يعني زي ما احنا احمد دلوقتي من شويه قال طب انا عايز اعمل كروكي ايه كوريدور بنعمل تصور تاه. الديزاينر الشاطر ما يقعش في حاجه، يطلع فكرته في ثانيه، لان عنده تغذيه او عنده داتا بيز في دماغه كتيره قوي، فيقدر يعمل كرييت. مش هياخدها وما ياخدش حاجه كوبي وبيست من حد، ياخد حاجه تبقى هي بتاعتك، تعمل لاين لنفسك. زي ما بنيجي نعمل احنا لاين لنفسنا في الشغل، زي ما بنيجي نعمل لاين كرييت ان احنا نمشي على الخط ده، الخط ده بنستقر بيه، او احنا بنعمل كاتيجوري او ستايل او كونتنت. الفكره دي كلها انت بتعمليها على الحته بتاعتك تقدري تعمليها. طب انا هتعلم ازاي؟ تصميم كتير، غلطات كتير، تكوينات كتيره، حاجات نورمال، بعد كده ترجعي للاب نورمال عشان تتميزي في السوق وتبقى انت كرييتد ان انت تطلعي فكر غير تقليدي ويبقى ليكي كفكره، او مطلوب منك تصميم دلوقتي لحاجه فراغ، لكوريدور، لطول، او اي حاجه كروكي، هتبقى انت عندك تغذيه بصريه تقدري تطلعي النتيجه ماشيه ازاي. ده حاجه. حد عايز يشوف حاجه ثانيه؟ كان حلاوه بيقول حاجه، لو قابلت مثلا مشكله في الخامه اللي انا شاريها من السوق ولازم احلها، مش هينفع ارجعها مثلا لمكان تاني، او المشكله اللي لازم احلها انا من الخامه بقى، هقدر اتصرف في الخامه دي ازاي؟ مثلا لو جالي تقوس مثلا في السيراميك، جبسون بورد مثلا يروح مكوش، كلام من ده، فالخامه دي خلاص اتحسبت عليا، فانا عشان ارجعها واجيبها تاني هصرف فلوس اكتر. ده خبرتك بقى في السايت وانت شغال، من ضمن ان انت تحقق التصميم. فانت لو جات لك لو نقطه زي بتاعه السيراميك، احنا بنركب الكليبسات زي ما احنا شفنا في فيديوهات قبل كده، بنركب بنقطه الكليبس او بنركب الكليبس ونقفل عليه. فالخامه اللي فيها يعني عيوب او تفاصيل كتير بركنها لحد ما ان انا احطها في حاجات ديد او اماكن ديد. عندك اختيارين، الاختيار الاول والاصح ان انت تغير الخامه، بس لو المنتج انت اصلا العميل فاجئك بيه وجاب خامه غير مناسبه للسايت، او حاجه مثلا مصري، او حاجه الكواليتي بتاعها مش عالي، فانت مضطر ان انت تحل المشكله. هتحل المشكله ازاي؟ تبتدي تاخدها في اماكن ما تبقاش ملموحه. طيب الكميه كترت، يبقى انت تعالج بنسبه 80 او 90% ان انت وصلت للحل بتاعك، غير كده مش هتقدر تحل المنطقه دي. جبسن مفوش بقى او جبسن بورد، لو عندك حاجه مفوشه فيه او عندك حاجه فيه تعملها كاتنج وترميها، لان هي لو ركبت هي اهلاك على تكلفه وجبس ومعجون ودهانات، وهتفوش وهتقع تاني. ده ما فيهوش مشكله، لا ترميه ده، لان ده كارثي. ممكن يكون عندك بقى مثلا خشب، تجاريد، الحاجات دي كلها، الحاجات دي تقدر تعالجها. لو عندك مثلا السوكه بايظه، بتاخدها في قط، تاخدها في ايديت، تاخدها في تقطيع، تاخدها في تفصيله، تقدر تبني بيها الشغل بتاعك، بناء عليها تقدر تحدد الحاجات اللي انت شغال بيها. انت عايز تسال حاجه؟ لا تمام. انت عايز تسال حاجه؟ لا تمام. مش مهندس عايز تسال حاجه؟ مش مهندس منار؟ ازاي اقدر اختار الستايل اللي انا اشتغل بيه لو في حد عايز يعمل ميكس ما بين ستايل وستايل تاني، او دماغ طرز او الستايلات، ماشي، او مثلا دماغ العميل نفسه مش عارف يوضح هو عاوز يختار ايه، هو محتار ما بين ده وده، فانا دلوقتي دماغي هتجيب ان انا اعمل له ميكس ما بين حاجه وحاجه، فازاي اقدر اعمل الميكس ده؟ ماشي، ده سؤال حلو. يعني السؤال ده منار شكلها مذاكره، انتوا ما ذاكرتوش حاجه. اديها بس بقى حته تقيله، اديها حته سؤال بقى جايز لها سؤال قاضيه. قالت لك خايفه 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 في الاول وطلعت مذاكره. بصي، لو انت عشان دماغ العميل المشكله تحددي مين الهيد اوفيس بتاع العيله دي عشان تقدري تتعاملي معاه. رقم واحد، عشان اتعامل مع الشخصيه فانا ممكن بعمل اوضه بنت على دماغ باباها فمش هتعجب البنت، فدي مشكله. يبقى انا اعرف تفصيله البنت، صاحب الاوضه ايه. من ضمن المشاكل اللي قابلتني زمان ان انا وانا بعمل تصميم لحد وبعمل حاجه، فبنت طلبت الاوضه كلها اورنج، فكانت هتبقى شاذه جدا، بس هي هتبقى مريحه هي ليها جدا. بس هنا بقى انت كمهندس شاطر تختار التصميم ايه درجه في الاورنج، وايه يبقى امتى صريح وامتى قليل. اديت الروح وحطيت التاتش الصريح امتى،
وامتى التاتش بقى اخف، وعملت في الجيبسون بورد امتى، وعملت التكوينات دي كلها امتى، بناء عليها بقت هي مناسبه ليها جدا. باباها كان عايز حاجه ثانيه، حاجات السيمي والفلات والحاجات اللي هي لكن هي حابه كده. برضو ولد من الاولاد ان احنا كنا بنعمل له شاب من الاوض بتاعته كان عايز اوضه النوم بتاعته اخضر، واخضر يعني اللي هو زرعي، فكان كارثه جدا. ابتدينا ناخد الالوان وبنعمل موديفاير حاجات كده يعني اكسسوارز مثلا تو لاين هم اللي فيهم اللون الزاهي والالوان الثانيه. هو احنا خدنا الروح وبنيناها للجسم. دايما اللي هيستخدم الحاجه هو اللي اقعد معاه في تفصيل يعني التفصيله بتاعته. غير كده انت مهما عملتي اشيك حاجه في الدنيا هي مش عاجبه العميل اللي هيستخدم الحاجه. لو هو حاجه في كونتنت او في تفصيله او في ديزاين او في فكره هو عايز يعمله فيبتدي لازم اشتغل عليه. ممكن انا بعمل لحد كيرفات وهو اصلا دماغه كلها ايدجز وزوايا مش عاجباه، وممكن اكون انا بعملها زوايا، فابقى لازم بعمل استقصاء افهم منه صباح الخير كده هو دماغه رايحه فين. ريفرنس ديتيلز، بس ان الريفرنس ده بيجي معاكي من الاكسبيرينس شويه وتفاصيل شويه، ان انت تكوني محدده ايه العنصر اللي انت عايزاه عشان تبداي عليه. بمعنى ايه اللي عاجبك في الصوره دي؟ عاجبني 1 2 3 4 واديني هيد عشان انا لما اعمل الهيد دي يعني. وافضل حاجه ان نقعد مع يعني الزوج والزوجه، العريس والعروسه، اي حاجه الجنسين، عشان هي ليها فكر وهو ليه فكر، فلازم تعمل لهم، لان احنا ما فيش حد بيعيش في حاجه لوحده. بنقعد مع الميرج ده ونبتدي نطلع حبه تفاصيل. دورك كدكتور نفساني بقى تفهم الفلتريشن ده وتطلع التفصيله دي بناء عليها نطلع الكونتنت ده، طلع التفصيله دي. فالديزاين جميل، ممكن يبقى جميل لمنار بس مش حلو للحلاوه، جميل لمنار مش حلو طباخ، لكن احنا الاثنين هنعيش مع بعض، او احنا الاثنين اكس او هنعيش مع بعض، يبقى انا عارف كل واحد اعمل حاجه تمشي مع الميكس مع الاثنين، لما ده يشوفها حلو ولما ده يشوفها حلو. ليه الكافيهات بتعجبنا كلنا؟ اي كافيه ده شكله حلو لان هو عمل لي عنصر الابهار ده في الستايل المودرن، لكن احنا عملنا حاجه كلاسيك او نيو كلاسيك او حاجه كلاسيك شويه ممكن ما تعجبنيش. ايه ده؟ انا لو انا ما بحبش التراث ده ممكن ما تعجبنيش، لكن لو انا بحب التراث ده هتعجبني، وهتعجبني اللحظه مؤقته لان انا هقعد فيه ساعه 2 3 4، لكن انا البيت هعيش فيه اليوم كله او عمري كله. 99% حياتنا بره، 99% الباقيين حياتنا الثانيه جوه البيت. فانا بعيش، لو انا بشتغل 8 ساعات 10 ساعات انا عندي 12 ساعه او 18 ساعه بقعدهم في البيت، فلو انا مش مرتاح مش هعرف اخلص او مش هعرف اكمل في العيشه بتاعتي. عشان كده بنختار على ذوق العميل او على التفصيله بتاعت العميل، بناء عليها بنقدر نحدد الكونتنت او التصور. ده اكتر حاجه بتدينا فلتريشن. طب لا حاجه ثانيه بقى برضه، في سؤال كده يجي لنا ايه في السكه، طب انا اعرف المهندس اللي معايا الزبون بقى، اعرف ان المهندس معايا شاطر ولا مش شاطر؟ ازاي؟ ممكن حد يقول لي؟ ان هو يبقى محضر اجاباته وافكاره، وان هو ممكن ازاي يميكس ما بين رايي مثلا كزوجه ورأي زوجي او حاجه زي كده في الديزاين ككل، ان احنا الاثنين نبقى مختلفين. ده كده كديزاينر انا عايز اعرف هو شاطر هيقدر ينفذ لي المشروع ده ولا لا؟ ازاي؟ ازاي يا باشمهندس حلاوه؟ كاريزما، بقول له واحد دي كاريزما وثقه. حلاوتك انت في الكاريزما. انا عليا كاريزما باكل مانجا بالجامد. لازم يكون في ثقه وانت قدام باشمهندس اسامه يقول لنا الصامت الجوكر يقول لنا ممكن يبقى عنده خلفيه مثلا تسوي بسام. طب خساني مش عايز يرد. مش عايز يرد. ليه؟ قول لي طيب عقبال ما يرد. ان هو يبقى عنده مثلا خلفيه لكل حاجه هو بيقولها. يعني دايما انا كعميل بيعلق معايا مثلا الستوريز او الخلفيات بتاعت الستايل اللي هو بيقول لي عليه او اللي بيحاول يقنعني بيه. ماشي. وهنا الخبره تفرق يا باشمهندس. هنا في المنطقه اللي العميل يثق في الباشمهندس ده على حسب خبره الباشمهندس في السوق ايه وشاف اعمال لي ايه. مسابقه الاعمال طبعا حاجه مهمه جدا ان العميل اقدر مثلا اختار الباشمهندس ده عشان مسابقه اعماله تقيله في السوق وانا عارف ان هو شاطر وعنده ثقه. طبعا الحاجه لازم تكون بالخبره. ماشي بس احنا هي الخبره هنا اللي بتحكم هنا. ممكن اكون جايب صور من على النت وسرقها. لا احنا ممكن اكون عامل حاجات كتير قوي. بس انا ممكن اكون شاطر باشمهندس شاطر. مش الخبره اللي بتفرق، مثلا حل المشاكل هنا. لا احنا برضه مثلا احنا بنتكلم على باشمهندس حد صغير مثلا ملوش اسم كبير في السوق. ايوه ده انت العميل مثلا هيختار بناء على طريقه التعامل مع العميل ذات نفسه. احنا جاوبنا حاجات كتير، هو ده اللي انا كنت عايز اساله في الاول. باشمهندس وسام جابت على اجابه جوهريه، حل المشاكل. حل المشكله انت. لا انا ما بروح لميكانيكي انا عندي مشكله تعرف تحلها 1 2 3 كذا هنعمل كذا هنودي كذا هنحل كذا خلص الموضوع.
نفس دورك هو نفس القصه. انت ايه؟ انا عندي مشاكل وعندي حاجات، عايز الصاله، عايز احط ارتياحيه ب 1 2 3 4، الفرنتشر بتاعتي دي في الحته دي عايز اعملها 3 زون 2 زون، عايزها كذا، عايزها بكل التفاصيل. بناء على الحته دي احل المشكله. اول ما يبتدي يحل لك المشاكل ويديك حلول جوهريه ابتدي ارتاح نسبيا كعميل، هيبتدي يفهم ان انت عندك الاكسبيرينس. بعد الاكسبيرينس طب السايد، الخامات، ممكن يكون عميل شاطر، ممكن يكون عميل فاهم حاجات كتير قوي بس ما يجيش يحقق الحته دي. فانت مش مع الحته اللي احنا اتكلمنا عنها اللي هي الماتيريال. الماتيريال بقت جزء مهم جدا. طريقه الماتيريال او ايه نوع الخامه لازم ابقى ملم بكل المعلومات، حتى لو هنا مش مكاني، او حتى طالما انت راجل بتشطب هتلاقي نفسك احتكيت في تجاري، هتلاقي نفسك احتكيت في اداري، فبقى عندك حريق وانذار لازم، والاير كونديشن والتكييفات المركزيه لازم، لان ممكن ده يغير لك التصميم تماما. فبناء على الكلام ده كله لازم اكون مرتب اموري او انا مجهزها. حل المشاكل ده رقم واحد، معرفتي بالخامات وطرق تصميمها وطرق تركيبها. الثلاثه دول اقدر احل اي مشكله. طالما انت بقى عندك الحبه النقط دي ان احنا نتكلم عنها، حليت مشكله عندي الخامه، طريقه تركيبها وطريقه تصميمها، لان ممكن يجي لك تصميم ما ينفعش طريقه التركيب فيها دي. مثلا حد يجي لك مثلا ببلاطه 5 متر او 3 متر 20 في متر 20، فهو عايزها حيطه ليها طريقه ميكانيزم معين، وهي لو مش بتخانه معينه ما ينفعش تركب بالطريقه دي. لكن لو جت بحاجه 1 2 3 4 ممكن تفصل. طريقه التركيب لو ما اشتغلتش عليها دي هتفصل على الحيطه وممكن تعمل كارثه. لو رخام، لو انت هتركب حاجه كبيره ممكن تفصل على الحيطه وتعمل كارثه. ودي يبقى الميكانيست بتاعها تركب حاجه اسمها ميكانيست، ما تركبش بمونه، وتتركب بلحامات، وتركب منها جلبنايز وتتربط. كل الديتيلز دي لازم اكون لامم بيها. اتفرج كتير، اعرف المشاكل، حل المشاكل، يعني اتفرج كتير، حل المشاكل. ان كل التصميمات اللي على النت لينا كلنا بنحط ابهر حاجه. انزل بقى السايت بلاوي سودة، حاجات مستوره وحاجات مقلوبه ووزنات ضايعه، فانت بقى انت اللي هتعالج، انت اللي هو ايه الترزي بتاع الليله دي كلها. هتظبط يعني ازاي؟ هتسطب الوقفه ازاي؟ هتسطب قعدتك ازاي؟ هتسطب مسارات الحركه ازاي؟ كل اللي درسناه في هندسه نظريات، تيجي في الواقع ممكن تختلف. يجي يقول لك المطبخ لازم مثلث حركه، في مطبخ ما ينفعش، هو اصلا 2 متر في 3. هو انت اديتني السكيل بتاع مثلث الحركه عشان اعرف انقل لك فيه مثلث الحركه؟ هو 2 في متر و20. هحط لك ثلاجه وبوتاجاز وحاجه انا رصيتهم كده، خلاص انا ما اعتمدتش نظريه الحركه او مثلث الحركه. طب يبقى انا كده عندي مشكله. طب المشكله دي لو انا صممت نفسي على ان انا اعمل لك الموضوع ده مش هعرف احلها لك، لكن مثلث الحركه يتحقق مع السكيل بتاع مثلث الحركه. يعني انا مطبخي 3 في 4، 3 في 3، الدايمنشنز بتاعي مرتاح، اقدر هنا احقق مثلث الحركه، اقدر احط الحركات منور فين، هيفتح امريكان ولا مش امريكان، فالامريكان فتح معايا نص بار فخد مني نص المساحه. الحاجات دي كلها بتفرق. كل التولز دي بتكاتنج منك حاجات انت ما بتعرفش تعملها، او انت يعني العميل جايبك عشان هو مش فاهم الكلام ده، هو طالما مش فاهم ده فلجأ لديزاينر. ولو انت الديزاينر طب هو لجأ ان انت تنفذ ده صح، ممكن يكون الديزاينر غلط. عشان كده دايما بقول المهندس الشاطر اللي يعرف يعني يعمل ديزاين ويعرف ينفذ، عشان لو جاله ديزاين من بره يعرف ينفذ، يقول له لا هنا في عيوب كذا. ياما دخلنا مشاريع زي ما انتم شفتوا بنخش تلاقي مثلا حاطط الحوض جنب القعده والقعده جنب الحوض وتنط عشان بلانات ما وزعش، يعني عمل بلان توزيع للحركه وتوزيع الفرنتشر بالرياليتي دايمنشن. بناء على الكلام ده كله عايز تقول ايه يا حلاوه؟ لا انا قلت تمام؟ عاجبك الموضوع؟ ده اللي انت كنت عايزه صح؟ بس انت كان عايز تقول حاجه؟ دايما بتقابلنا مشكله مع العميل ان انا التكلفه بتاعته هو بيبقى رقم واحد بالنسبه له. هو جاي لي ممكن يشوف لي يعني هو شاف 5 قبلي او شاف 6 ايا كان هو شاف قد ايه، فبيمشي من ده لده لده ان هو يشوف البادجت بتاعته اللي هو هينفذه بقى المشروع. انا مثلا حاطط كعميل بادجت $500,000 فانا عايز اشطب بيهم، فانا ببقى بحاول ان انا اوصل له كديزاينر ان انا الحاجه مثلا بتاعتي هتكلفني كذا، فازاي اقنعه اصلا ان البادجت بتاعته بالحاجه اللي هو عايزها نفسها ما يعني هضطر ان انا اعلى او هضطر اقل، او وقتها ممكن الماتيريال مثلا اللي انا استخدمها له في التنفيذ بتاعه هتختلف. نقدر نلخص السؤال بتاعك تكلفه. ملخص التكلفه
عنصر اساسي عند العميل وعايز يعمل ابهر حاجه او اجمد حاجه باقل سعر. المعدل اللي دايما او المثلث اللي بيجي لنا غير متوازن. عايز تعمل كده دايما في ناس في السوق طبعا. طبعا هسأل حاجه يعني هي داخل السؤال. ايه الحاجات اللي انا ممكن اوفر فيها السعر عشان انزل له بقى السعر؟ ما هي بقى دي الخامات اللي انا ممكن استخدم فيها بدائل. اكيد في خامات ينفع بقى استبدلها وخامات ما ينفعش. زي السباكه والكهرباء دي اساسيات انا ما ينفعش انزل له عنها، قصدي كده دي حاجات بيزك. لكن في الخامات في الديكور انا في حاجات ينفع استغنى عنها واحط بديل ليها اقل كخامه واقل كسعر عشان انزل له بالبادجت شويه. مثلا وفي حته كمان مثلا كله سخين؟ من ضمن السؤال ده هو السؤال ده من ضمن السؤال ده ايه الحاجات اللي ينفع اعمل لها بديل وايه الحاجات اللي لازم دي كده تبقى اساسيه ما ينفعش اعدل فيها؟ يعني في الخامات ايه الحاجه اللي ما ينفعش اعدل فيها وايه الحاجه اللي ممكن يبقى ليا كذا بديل اقدر العب فيه براحتي بالاسعار؟ هتقول حاجه؟ لا تمام. انا جاي تمام اصلا. قلت لك هيجي بالقضيه هو صامت كده. بصي السؤال او يا بسام السؤال معاك يا هندسه. الفكره بتاعتنا او التايتل بتاعنا التكلفه عنصر اساسي، يعني لما اعملها ليبل كده هي عنصر اساسي متحكم في التصميم ثم التنفيذ، يعني هما تو ايتم. طيب احسن حاجه عشان تبقى مهندس شاطر او عشان تبقى حاجه انت في السوق متواجد فتقدر تعمل البالانس او الموازنه دي ازاي؟ ما يجيش هو حاطط تكلفه مثلا يبقى انا عندي خامات اساسيه زي ما المهندس حلاوه بيتكلم ان انا عندي حاجات ان انا ممكن اقلل فيها الكوتيشن. الكوتيشن ده انا اقلله، طب اقلل فيه؟ ما ينفعش اقلل في سباكه وكهرباء. يعني سباكه وكهرباء ما اقدرش اقلل فيهم الماتيريال. ليه؟ لان ده عنصر اساسي وجوهري واتدفن من جوه الحيطه. اجي بقى ايه الحاجات اللي انت بتتكلمي فيها مع بسام مثلا ان انا عايز اقلل السؤال بتاع بسام ان انا عايز اقلل الكوتيشن بتاع الحته دي، اقللها في ايه؟ مثلا انا عامل بورسلين في الارضيات بره في الريسبشن. لو الشقه كلها رخام رقم واحد ثم بورسلين ثم كل التكلفه الكوست ده. لو انا عايز العب في البالانس ما اجيش حاجه على حساب حاجه، اشيل ماتيريال. عندي ترتيب الشقه الاولويات الاهم ريسبشن ثم الامريكان وانا داخل اللي هو امريكان مفتوح معايا معيشه بالتدريج التوالي بتاعه الحاجات اللي هظهرها. بالبلدي لما نيجي نحسب احنا بيوتنا، انا كبيت عندي هيجي لي كهرباء درجه اولى هيخش المعيشه، كهرباء يعني او صديق حمام الضيوف وريسبشن. فكل ده تدريج. انت استهلاكك يبقى انا عايز اقلل في الكوتيشن يبقى اقدر اقلل في التصميم في اوضه النوم، في التصميم في اوضه التجاليد الديكوريشن. لا بس انا ما كنتش بسال على التصميم، انا بسال على الخامه. يعني زي ما قلت هنا اقلل كواليتي ماتيريال. الريسبشن لا انا بتكلم كخامه. يعني مثلا هل الجبسون بورد اقدر ان انا اقلل خامته؟ انا استخدم خامه قليله ولا لا؟ ده ما اقللش خامته، اقلل السيراميك ممكن ابدله بورسلين او رخامه يعني والحاجات دي تتبدل. لكن انا بتكلم بقى الخامات يعني مثلا الجبسون بورد ينفع استخدم خامه اقل ولا لا؟ بيفضل في التجاليد الخشب ينفع استخدم حاجات اقل ولا لا؟ ده انا قصدي السؤال. ايه الخامات اللي ينفع استبدلها باقل والخامات اللي ما ينفعش ان انا استخدمها حاجات قليله؟ حلو. الخامات اللي ينفع استبدلها بحاجات اقل يعني السيراميك يمكن هحط دايما الارضيات عادي ممكن اقدر اقلل لغايه لما نوصل لسيراميك مصري اللي انا عايزه. يعني رخام من مستورد لمصري، من مصري لبورسلين بدرجاته وانزل زي ما انا عايز بالكاتيجوري. ممكن اعمل ريسبشن درجه A1 اعمل بالانس لا، لكن اغير ماتيريال من ماتيريال لا. بمعنى يعني انا لو هعمل جيبسون بورد تحميل صاج بتاعه 3.5 اشتغل في الشقه كله 3.5 هيفرق معايا توتال اماونت قد ايه؟ لما تيجي تشرحها للعميل انت مصمم تنفذ التصميم ده يبقى هو التصميم ده هيكلف 20,000 جنيه مثلا في الاوضه دي. طب انا لو انا قللت الخامه هيبقى 18 ال 2000 جنيه مش هيعملوا مشكله. قللت الخامه كخامه ولا كتصميم؟ كخامه. لكن لما اقلل كتصميم تبقى 15. لا انا ما بتكلمش على التصميم، انا عايز اعرف كخامه. الخامه ماشي، هي كخامه بقى خلاص، هي كخامه ان انا عندي كده قللت ايه في عنصر بسيط، ما ينفعش اجيب كاتيجوري اقل. ايوه لان انا عندي ايه بقى؟ ايوه ماشي مع حسب كل تصميم انا ما اقدرش احكمه. يعني مثلا لو 100 متر مثلا بالنسبه لي جبسون بورد يبقى القليل هيبقى الفرق ما بينهم هيبقى في نسبه قد ايه كسعر؟ يبقى مثلا 20 سعر متوسط سي لو انا عندي سعر انا بعمل 3 متوسط او 3 فاريشن. في سعر ب 2 جنيه، في سعر ب جنيه ونص، في سعر ب جنيه و40 قرش او يعني 140. فاديك الثلاثه يشتغل. جنيه و40 قرش ده مش هشتغل بيه، ممكن اشتغل بجنيه ونص المتوسط في كله وابقى عملت التصميم بتاعي.
ممكن اعمل ريسبشن ابو 2 جنيه واجي في الاوض. هتفرق ايه بقى؟ هتفرق كوتيشن طبعا، ايه ده عدد امتار، هتفرق في السعر. ايه اللي هتفرق ما بتكلمش على السعر، هتفرق ايه في الخامه؟ يعني ليه ما استخدموش كله باللي هو ماشي، ممكن استخدم زي ما انا عايزه حسب. انا بقى هنا التصميم اللي هيحكم معايا النقطه بتاعتي. انا عندي ليد بروفايل بيتفتح كتير، عندي تراكات اللي هو الغالي عشان الصاج والتحميل بتاعه والكواليتي والعصب بتاعها، كل ده هيفرق معايا. ما عنديش الكلام ده، اشتغل من التاني خلاص. يبقى انا حسب البالانس اللي انا بستخدمه هنا ايه بشتغل عليه. طيب احنا يبقى انا التكلفه عندي عنصر مهم. طب انا اوزنها ازاي؟ ما بسام بيقول باشمهندس بسام. يبقى انا عشان اوزن البالانس ده يبقى انا لازم اتكلم العميل. انت البادجت بتاعتك كام؟ طبعا العميل تحس ان هو بيقول لك عمليه سريه، مش عايز يقول لك التكلفه عشان الموضوع ما انا في الاول وفي الاخر هساعدك، مش جاي عشان اضرك. فانا عشان اساعدك فلازم اعرف الاماونت بتاعتك ايه. طب ايا كان التصميم بتاعك خليه فاريشن متغير، يعني ممكن يتعمل بجنيه، ممكن يتعمل ب 2 جنيه، ممكن يتعمل ب 3 جنيه. طيب انا عندي انت عايز تعمله ايه بقى؟ انا شايف ان ابو 2 جنيه مناسب متوسط. ابو جنيه ده بلاش منه عشان ده ممكن فيه اسبابه 1 2 3 4، اضراره 1 2 3 4. بناء عليه يحصل معانا النتائج. فده فكره التكلفه، ان احنا نخلص الموضوع. دي الفكره ان انت تبقى مهندس شاطر، ودي الفكره ان انت تحل القضيه بتاعتك وتحل المشروع بتاعك وتحل التكاليف بتاعتك وازاي تبقى واقف. هي دي مشكلتك، ان انت تبقى واقف في السايت عارف مكانتك. عشان تبقى عارف مكانتك تبقى انت عارف معلومات وعندك غريزه كتير قوي من البصريه او التكوينات والافكار ده كله. بناء عليها تقدر تخلص كل تفاصيلك، تقدر تخلص كل مشاريعك، تقدر تخلص كل الافكار اللي انت عايز تشتغل عليها. العميل هيرتاح لك، مش هيقلق منك. صناعي هيهاب ويتعامل معاك باحترام. هو كده كده هيتعامل معاك باحترام، بس هيبقى فاهم ان انت عندك يعني نوليدج، ثقافه ان انت تقدر ترد عليه. لا دي تتقطع كده. زي مثلا في مشروع من المشاريع يقول لك 45 لا، طب لا ليه؟ لا ليه؟ لا يبقى تعملها راس في راس. لو هي سيراميك اقدر اعمل السيراميك راس في راس 45 في السيراميك. طب لو بورسلين بتشردن حسب. انت هنا بتبقى عندك الكباستي او الكواليتي، تقدر تغير الفاريشن بتاعت طريقه نهج الشغل بس بخبرتك. امتى السيراميك يتلزق بماده؟ يعني دخلت في مكان ما واحد عايز يلزق السيراميك متر 80 بالمونه، ازاي؟ ما مش عارف بقى. دي مشكله. خبرتك يبقى هي نتائجها 1 2 3 4، ودي عواقبها 1 2 3 4. كل ده اتفرج واعرف معلومات كتير، لم داتا، ارسم اكتر، خش عيوب، حل المشاكل. هتبقى انت عندك فتره. خد نفسك كانك فتره كورس بتحقق في تارجت ليك. بعد ما خدت الشهاده مش هي ده الحل. الشهاده اديتك الكارنيه. بعد الكارنيه مش المشكله في الكارنيه، المشكله في ان انت تبقى قد الكارنيه. لان انا في الاول مش هيفرق معايا انت مهندس، احنا عرفنا ان انت مهندس، بس بعد ما انت مهندس انت شاطر ولا مش شاطر؟ تعرف تحل حاجه ولا لا؟ تديني معلومه ولا لا؟ هتجاوبني على اجابه ولا لا؟ هتعمل لي تصميم غير يعني متقلد ولا لا؟ ما تاخدش حاجات قص ولزق ولا لا؟ ما تاخدش حاجات ايه؟ كوبي وبيست ولا لا؟ حلاوه صح؟ مش عايز اعرف حاجه. نفس السؤال اللي بس ساله، انا ازاي اقنع العميل ان البادجت اللي هو حاططها دي اقل من اللي انا المفروض تتكلف؟ ولا انا مضطره ان انا انزل البادجت بتاعته؟ لا العميل هو اللي الرغبه الاولى، انا بشرح له. لا ما انا ممكن اشرح يعني انا هقنعه ازاي؟ ان انا مثلا الخشب ده ب 2 جنيه والخشب ده 3 جنيه، هو عاجبه ب 2 جنيه بس انا عايز انفذ ابو 3 جنيه ده، انا اقنعه ازاي اللي لازم ده اللي يتنفذ؟ عشان ده في الاول وفي الاخر هو الحر، هو سيد القرار. انت دورك استشاري. انت لما تروح للدكتور بتاع دايت يقول لك ما تاكلش 1 2 3 4 وتاكل مثلا مش عارف ايه فص ايه، فده غالي بالنسبه لك ما جبتوش، ما تستناش منه نتائج. هو اداك الجزئيه. تصميم الاثنين هيتحققوا، كواليتي وريتشز وحاجه اعلى. لو تخانت دي اعلى، الفريز هنا اكتر، التكوين فيها اعلى، فدي عجبتك. دي مثلا ب 10 جنيه، طب انا هعملها ب 6 جنيه، عمر ما ب 6 جنيه زي ما تبقى 10 جنيه. قريبه. في 3 جنيه شعبي، زي ما بنروح نشوف اللبس فيه كاتيجوري. ما هو الفرنشايز بيبيع بحاجه، والكوبي الفرنشايز بحاجه، والضرب بحاجه ثانيه. فيبقى انا تكلفه انا بديله 3. طب انا عايز اوصل، عشان ما هو انت العميل مش مجزره عشان تخليه يعمل رقم 3. لا طب ممكن نقلل في الكواليتي في الكم عشان نعمل اعلى حاجه. لو انت عايز كم، يعني عندي مثلا 10 قطع تجاريد، اعمل 8 عشان يوصلوا لي نفس التجاريد. لو عندي تجاريد في الغرف اقللها واخليني في الريسبشن عشان هو عنصر الايقاع، او اعمل الريسبشن هو اعلى حاجه واجي في الاوض اعملها اقل كواليتي. يبقى انا مسكت العصايه منين؟ من النص. يبقى انا كده حليت الازمه بتاعتي.
لكن ما اقدرش اجبر العميل على فكره معينه، بس بفهمه ان انت سيد القرار، ده نتيجته. او مثلا نختار النتيجه ب 3 جنيه، انا شايف ان النتيجه دي هتطلع كارثيه، يعني بالبلدي انت بترمي 3 جنيه في الارض، يبقى انا بقول لك خد بالك ان النتيجه دي 1 2 3 4. مثلا يعني ما اجيش اجيب متر سيراميك ب 30 جنيه واقول له انا عايز ديكورات بقى وبتاع، هتطلع فيه ايه؟ ولا اي حاجه. ومش زي ما هجيب سيراميك بورسلين المتر فيه ب 2000 جنيه او ب 1800 جنيه، فده حاجه وده حاجه. الصنايعي اللي هيركب ده حاجه، الصنايعي اللي هيركب ده المتر اكس ب 100 جنيه 200 جنيه، الصنايعي اللي هيركب هنا ب 20 30 جنيه. فده حاجه وده حاجه، يبقى انا عرفت استخدامي، انا اوزع استخدامي رايح فين او اتجاهي رايح فين، وبشرح له النتائج هتلاقيها واقعه، خد بالك، خد المتوسط عشان ما يعني ما يبقاش الدنيا بعيده عنك، لكن غير كده مش هتلاقي النتيجه مظبوطه. طبعا احنا قعدنا نتكلم كتير، مش هنخلص الموضوع ده في حلقات تانية كده هنتكلم فيها كده ايه. انتظروا المفاجأة. هنتظر المفاجأة ايه؟ اللي هي ايه؟ قول انت بقى ايه الحلقات الجاية؟ هتشوفوا طباخ بقى طالع بأعلى انتاجياته، وربيع ابتدى بسم الله ما شاء الله كده يطلع شغل عالي، ومهندس حلاوة اللي شغال كاتنج الله ينور عليه بسم الله ما شاء الله. بس هو كرييتيف من ضمن الناس، مهندسة منار برضه من ضمن الكورس طلعت حاجات حلوة بتدريب الباشمهندسة. باشمهندس بسام طبعا الصامت الغائب صاحب البرنامج. لا يعني في حاجات كتير قوي عاملها حلوه وفي نتائج كويسه، يعني ان شاء الله لو حد انضم معانا في المجموعه صح؟ بيقولوا كده صح؟ حد انضم معانا في المجموعه اعمل لايك وسبسكرايب وشارك معانا في القناه، وهتلاقي فيديوهات كتير. لو انت لسه مهندس عايز تبقى موجود في السوق هتلاقي حاجات كتير قوي هتفيدك. ما تنساش تفعل زر الجرس وتعمل لايك وسبسكرايب وشارك معانا في القناه. السلام عليكم.